السلام عليكم حبايبي طلاب ثالثه ثانوي، اهلا بيكم، وحشتوني جدا. معاكم النهارده ان شاء الله دكتور علاء فضالي عشان نشرح الحصه الثانيه عند حضرتك في منهج ثالثه ثانوي. ركز معايا قوي لان انا هبدا دلوقتي حضرتك في السبورت ان هيومن. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن السبورت امبلانت. تعالى بقى النهارده يا دكتور نتكلم عن جزء السبورت في الهيومن او انمان عندنا احنا في جسمنا. ازاي السبورت ده بيشتغل يا دكتور؟ بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعي دعاء المذاكره: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين انك على كل شيء قدير. بص يا دكتور، حصه النهارده او الدرس بتاع النهارده يا دكتور بيتكلم عن الاكزيال سكيلتون. يعني ايه؟ يعني بيتكلم عن السكيلتون او الهيكل العظمي عند حضرتك. الاكزيال يعني المحوري اللي موجود في نص الجسم بالظبط. تعال نشوف مع بعض يا دكتور. بص يا فندم، اول حاجه الراجل بيقول لي بما اننا بنتكلم عن السبورت، واحنا السبورت ده قلنا الفيديو اللي فات يا دكتور ان هو عندي تو فانكشن او اتنين امبورتنس. اول واحده مينتين الشيب، انه بيحافظ على شكل الجسم وده اللي بيعمله العظم في جسمنا. الحاجه الثانيه يا دكتور الا وهي البروتكشن، بيوفر الحمايه. وعندي اجزاء معينه في جسمي العظم بيحمي فيها اورجنز مهمه جدا في جسم حضرتك. انت عندك 4 اورجنز واخدين اكسترا بروتكشن من السكيليتال سيستم، حمايه زياده السكيليتال سيستم بيوفرها الاورجنز دي، لان ابسط دامج فيها ممكن يؤدي لموت حضرتك. اوكي، ايه هم الفور اورجنز دول يا دكتور؟ قال لي البرين عند حضرتك محمي بالسكال، السباينال كورد الحبل الشوكي اللي ماشي في طول ظهرك بالكامل محمي بالفيرتبرال كولوم العمود الفقري اللي هنتكلم عليه النهارده. الهارت واللنج يا دكتور الاثنين دول محميين بالثوراسيك كيج. فالسكيليتال سيستم بيدي لحضرتك السبورت. واحنا مينلي في جزء السبورت عن هيومن، في الهيومن هنتكلم عن السكيليتال سيستم. طيب الراجل بيقول لي السكيليتال سيستم ان هيومن بيتقسم لجزئين، الجزء الاول وهو الهيومن بوني سكيلتون، والجزء الثاني عند حضرتك يا فندم اذر كومبوننت، شويه مكونات ثانيه. زي ايه؟ قال لي الهيومن بوني سكيلتون ده بيتقسم عندي لجزئين يا دكتور: الاكزيال سكيلتون الهيكل المحوري وهكلمك عليه دلوقتي، والابنديكولار سكيلتون اللي هو الهيكل الطرفي. بص يا دكتور ركز معايا جدا في الكلام اللي احنا هنقوله ده لان الكلام ده مهم جدا. انت دلوقتي حضرتك بتقول لي يا دكتور ان انا عندي الهيومن بوني سكيلتون، انت تقصد هنا البونز العظم اللي موجوده في جسمي. يبقى السكيليتال سيستم بيتكون من بونز واذر كومبوننت، شويه مكونات ثانيه مع العظم. طيب خلينا في البونز نفسها. قال لي والله العظمه عند حضرتك الهيومن بوني سكيلتون توتال كده يا دكتور في كام عظمه موجوده في جسم حضرتك؟ قال لي 206، 206 عظمه موجودين في جسم معاليك. هنتكلم عليهم كلهم ان شاء الله الفيديو ده والفيديو اللي جاي، هناخد ال 206 عظمه كلهم، بس هنقسمهم على جزئين. الجزء الاول عند حضرتك وده موضوع النهارده وهو الاكزيال سكيلتون. كلمه اكزيال دي يا دكتور يعني ايه؟ قال لي اكزيال حضرتك جايه من اكسس. اكسس يعني المحور، الاكسس اوف سيمتري او المحور الخط الوهمي اللي موجود في جسم حضرتك وقاسم جسمك لنصين يا دكتور، الاثنين ايدنتيكال لبعض. موجود فين؟ قال لي في النص هنا كده يا دكتور. لو شديت خط في الجسم في النص كده بالظبط حضرتك، ده الاكسس بتاع حضرتك او الاكسس اوف سيمتري. فالراجل يقصد بالاكزيال سكيلتون العظم اللي موجود عند حضرتك في منطقه الاكسس دي يا دكتور. اللي هو ايه العظم اللي موجود في نص جسمي؟ قال لي رقم 1 السكال، رقم 2 الفيرتبرال كولوم اللي ماشي بطول ظهرك بالكامل يا دكتور، قاسم ظهرك لنصين يمين وشمال. كمان يا دكتور غير السكال والثوراسيك كيج والفيرتبرال كولوم عند حضرتك الثوراسيك كيج او القفص الصدري اللي موجود عند حضرتك. 3 حاجات دول ده العظم اللي موجود عندك في منطقه الاكسس اوف سيمتري، وبسميهم مع بعض هم الثلاثه الاكزيال سكيلتون. طيب الجزء الثاني عند حضرتك كلمه اكزيال سكيلتون بسميه الهيكل المحوري. ليه يا دكتور؟ لانه موجود في الاكسس او المحور اوف سيمتري بتاع الجسم عند حضرتك. رقم 2 عند حضرتك يا دكتور قال لي ده الابنديكولار سكيلتون. كلمه ابنديكولار يعني ايه؟ ابنديكولار يعني طرفي. يعني انا هنا يا دكتور بتكلم على العظم اللي موجود في الاطراف عند حضرتك، ده كده حضرتك منتصف الجسم. العظم بقى اللي في الاطراف زي عظم ايدك وعظم كتفك وعظم رجلك وعظم الحوض. الاربعه دول حضرتك الاربع اجزاء اللي بقول لك عليهم دول اللي هم ايديك الاثنين وكتافك والحوض ورجليك الاثنين، دي بسميها الاطراف. لان احنا اتفقنا مع بعض ان علماء الاناتومي بيقولوا ان البادي او الجسم عند حضرتك هي المنطقه اللي فيها الانترنال اورجنز اللي هو المستطيل اللي هنا ده. ايدك ورجلك بكتفك والحوض دول بسميهم الاطراف. كويس كده؟ فالراجل بيقول لي العظم بتاع الجسم اللي هم ال 206 عظمه دول بنقسمهم لاكزيال سكيلتون وابنديكولار سكيلتون. احنا مين النهارده هنتكلم عن الاكزيال سكيلتون، الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الابنديكولار سكيلتون. الفيديو الثالث عند حضرتك يا دكتور هنتكلم عن الاذر كومبوننتس. اللي هي ايه يا فندم الاذر كومبوننتس دي؟ بص معايا كده. الراجل قال لي الاذر كومبوننتس يا دكتور زي الكارتلج اللي هي الغضاريف، الجوينتس المفاصل، والتندونز والليجامنت. كارتلج الغضاريف دي حضرتك بتكون موجوده عامله كفر للبونز على التيب اوف بون.
الجزء العلوي من البون عند حضرتك يا دكتور. وفي فرق مهم جدا ما بين البون والكارتلج، انت درست في اولى ثانوي ان هما الاثنين نفس نوع التيشو، الاثنين كانوا من نفس نوع التيشو اسمه سكيليتال كونكتيف تيشو. كويس كده؟ قال لي كويس. بس الفكره ان الكارتلج دي الاستيك، لكن البونز دي يا دكتور هارد، صلبه ناشفه. ليه؟ لان البون فيها كالسيوم لكن الكارتلج حضرتك ما فيهاش كالسيوم. فركز قوي في النقطه دي، على الرغم حضرتك ان هما الاثنين نفس نوع التيشو، الاثنين نفس النوع، بس البونز فيها كالسيوم فالهاردنس عندها عاليه، الكارتلج ما عندهاش كالسيوم فالهاردنس عندها قليله شويه او فيها شيء من المرونه او الالاستيستي. كويس كده؟ الكارتريج لما بتتحط على العظم بتمنع الفريكشن والتآكل بتاع العظم في منطقة الجوينتس او في منطقة المفاصل، زي مفصل الكوع ومفصل الكتف عند حضرتك، الالبو جوينت والشولدر جوينت. فعندي الجوينت برضه هدرسها، والتندونز والليجامنت. ايه هي بقى حضرتك التندونز والليجامنتس؟ قال لي التندونز والليجامنت هي الاربطة والاوتار، هنتكلم عليهم بالتفصيل في وقتهم. بس عايزك تعرف ان الليجامنتس دي يا دكتور اللي بتربط ما بين بون وبون، اللي بتوصل عظمتين ببعض حضرتك هي الليجامنت. زي العظمه اللي في ايدك هنا والعظمه اللي فوق هنا حضرتك، لما دي تتشد ما بتطلعش تجري وتسيب دي لانها مربوطه معاها بليجامنت. التندون عند حضرتك بيوصل يا دكتور ما بين بون ومصل، اللي بيربط السكيليتال سيستم مع الماسكولار سيستم حضرتك، عشان الموفمنت لما تيجي تعمل كونتراكشن لعضله ايدك دي تشد التندون اللي ماسك فيها هنا فيشد العظمه اللي تحت فايدك تطلع لفوق. لما تيجي تعمل ريلاكسيشن العضله دي تنزل فترخي التندون حضرتك فترخي العظمه فايد حضرتك تتفرد. كويس؟ هنتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل التفاصيل في وقته. انا بس عايزك تعرف ان السكيليتال سيستم عند حضرتك بيتقسم لجزئين. الجزء الاول هو الهيومن بوني سكيلتون، وده العظم اللي احنا قلنا عليهم 206 عظمه، واذر كومبوننت مكونات تانية هنتكلم عليها. طيب احنا هنمشي يا دكتور في الفيديوز بتاعتنا ازاي؟ فيديو النهارده هيتكلم عن اول حاجه وهي الاكزيال سكيلتون، الفيديو بتاع المره الجايه هيتكلم عن الابنديكولار سكيلتون، الفيديو اللي بعده حضرتك هيتكلم عن ثالث جزء وهي الاذر كومبوننت، وكده نبقى خلصنا جزء السبورت بالكامل عند حضرتك، وندخل بعد كده يا دكتور في الموفمنت اللي هو النص الثاني من شابتر 1 في منهج البيولوجي. فركز معايا يا دكتور. اوكي طيب، بعد كده الراجل بيبدا يكلمنا عن الاكزيال سكيلتون، وبيقول لي الاكزيال سكيلتون يا دكتور بيتكون من 3 حاجات. رقم 1 عند حضرتك يا فندم اللي هو ايه؟ قال لي رقم 1 يا دكتور السكال. تعالى نرفع دي فوق هنا كده ونقول رقم 1 عند حضرتك السكال اللي هي الجمجمه. رقم 2 عند معاليك يا فندم الا وهو الثوراسيك كيج القفص الصدري. ورقم 3 عندنا يا فندم هو الفيرتبرال كولوم العمود الفقري. تعالى كده حضرتك بالراحه يا دكتور اديك شويه معلومات وندخل نشوفها بتفاصيل التفاصيل مع بعض. الاسكال او الجمجمه عند حضرتك يا فندم بتتقسم لجزئين. ايه هما الجزئين دول يا دكتور؟ جزء عند حضرتك اسمه الانتيريور بارت، وجزء تاني يا فندم اسمه البوستيريور بارت. عايز حضرتك تعرف ان انتيريور يعني امامي وبوستيريور يعني خلفي. كويس؟ انا عندي حاجه يا دكتور علماء الاناتومي بيقولوا عليها اسمها الاناتوميكال بوزيشن اوف ذا بودي، الوضع التشريحي للجسم. الوضع التشريحي للجسم ان حضرتك تكون واقف كل عظمك مفرود ستريت كده، ايدك مش متنيه، رجلك مش متنيه، وفي نفس الوقت كف ايدك يكون ناحيه بره، يعني صباعك الكبير ده يا دكتور يبقى ناحيه بره، كف ايدك بره كده مش جوه. اوكي؟ فلما افرد ايدي كده حضرتك بالمنظر ده الاناتوميكال بوزيشن، قدام بقول انتيريور وورا بقول بوستيريور وفي الجنب هنا حضرتك بقول لاترال. اوكي؟ ركز واعرف المصطلحات دي لانها مهمه جدا. انتيريور يعني امامي، بوستيريور يعني خلفي، ولاترال حضرتك يعني جانبي. اوكي؟ طيب فالراجل بيقول لي عند حضرتك يا دكتور الانتيريور بارت الجزء الامامي عندك يا فندم بيتكون من كام عظمه يا دكتور؟ قلت له والله الجزء الامامي عندي فيه 14 بون، 14 عظمه. الجزء اللي احنا بنسميه الفيشيال بارت او الجزء بتاع الوش عند حضرتك ده من الجمجمه في ايه يا دكتور؟ قال لي فيه 14 بون. البوستيريور حضرتك قال لي جواه 8 بونز، 8 سيريتد بونز، 8 عظمات. يبقى دلوقتي يا دكتور الجمجمه فيها 14 عظمه من قدام و8 عظمات من ورا، وهنتفرج عليهم دلوقتي، مش عليك اماكنهم ومش عليك اساميهم، عايزك بس تعرف ان الجزء الامامي 14 والجزء الخلفي 8. كده يا دكتور 14 و8 يبقى 22. صح، برافو عليك. يبقى العظم اللي بيكون، واسمع بقى افهم كويس، العظم اللي بيكون الجمجمه عند حضرتك 22 عظمه، ده العظم اللي بيكون الجمجمه. طيب العظم اللي موجود في الجمجمه لو انا شلت السكال دي حضرتك وقعدت انقي العظم اللي فيها كده الاقيهم كام عظمه يا دكتور؟ يا دكتور ما انت لسه قايل لي هتلاقيهم 22. لا حضرتك مش هتلاقيهم 22، امال هلاقيهم كام؟ قال لي هتلاقيهم 29. ليه يا دكتور 29؟ ما انت قلت لي قدام في 14 وورا حضرتك في 8. صح، بس في زياده على دول حضرتك 7 بونز. بنقول عليهم ايه ال7 بونز دول يا دكتور؟ بنقول عليهم 7 اسوشيتد بون.
في ودنك اليمين الاذن دي حضرتك او الاير فيها الاوتر اير والميدل اير والانر اير اللي هي الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه. الاذن الوسطى دي حضرتك فيها 3 عظمات صغيرين جدا، حتى بالعربي مش بيقولوا عليهم عظام، بيقولوا عليهم عظيمات او عضيمات، العظم الصغير قوي حضرتك. ال3 عظمات صغيرين قد كده يا فندم، هوريهم لك دلوقتي. في 3 عندك في اليمين و3 عندك في الشمال. ده عظم موجود في الجمجمه بس مش بيدخل في تكوين الجمجمه. ايه العظم اللي بيكون السكال عند حضرتك؟ قال لي ال14 بتوع الانتيريور بارت وال8 بتوع البوستيريور بارت. طيب كده يا دكتور في 3 يمين و3 شمال، حلو كده 6، حضرتك كاتب ان هم 7. ما في عظمه عند حضرتك تحت هنا يا دكتور، تحت الدقن جوه هنا، اسمها الهايويد بون. الهايويد بون دي موجوده يا دكتور عشان تحمي اول التراكيا من هنا، اوكي؟ فكده يا فندم عند حضرتك 7 عظمات زياده على العظم بتاع الانتيريور والبوستيريور بارت. دكتور معلش انا دلوقتي حضرتك لما الراجل يسالني السكال الجمجمه اللي هنا دي فيها كام عظمه، ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له فيها 22 ولا فيها 9؟ قال لي بص يا فندم، لو انا سالت حضرتك number of bones that form the skull، ركز، عدد العظم اللي بيكون الجمجمه، ترد عليا وتقول لي 22 عظمه. طب لو سالت حضرتك وقلت لك number of bones found in skull، عدد العظم اللي اوريدي اصلا موجود في الجمجمه مش بيكونها، بس انا لو شلت الجمجمه هلاقي فيها كام عظمه؟ تلاقي فيها يا دكتور 29. فانا لما اجي احسب السكال دي عند حضرتك فيها كام عظمه، هقول يا دكتور ان هي فيها 29 عظمه. حلو كده؟ يبقى الجمجمه او السكال في الجزء بتاع الاكزيال سكيلتون فيها كام بون يا دكتور؟ قال لي فيها 29 او 29. طيب بالنسبه حضرتك للثوراسيك كيج، قال لي الثوراسيك كيج يا دكتور بيتقسم ل3 اجزاء وهعرفك عليهم دلوقتي حالا. اول حاجه يا دكتور عند حضرتك هنا، خلينا نغير اللون. اول جزء عند حضرتك وهي الريبس، الضلوع اللي في جنب حضرتك اليمين والشمال، اللي جايه من ورا من عند ظهرك ولفه لغايه قدام عامله القفص الصدري، قفص يعني مقفول كده يا دكتور. الضلوع دي يا دكتور عددها كام؟ قال لي 24 ريبس، 24 ضلع، او بنقول عليهم 12 بيرز لان هم زوج، في ضلع يمين وضلع شمال، فهم 12 بيرز او 24، 12 يمين و12 شمال. وفي عظمه حضرتك موجوده في صدرك من قدام اللي الضلوع دي بتيجي تمسك فيها، اسمها عظمه الاسترنم. العظمه اللي في النص هنا دي يا دكتور اسمها عظمه ايه يا فندم؟ اسمها عظمه الاسترنم. دي عظمه واحده. حلو، يبقى كده 25. ومن ورا حضرتك ماسك في فقرات الظهر عندك جزء من فقرات الظهر اسمها ثوراسيك فيرتبرا. الثوراسيك فيرتبرا بتبقى عددهم كام يا فندم؟ قال لي عددهم 12. فهنا حضرتك الضلوع 24 والاسترنم عظمه واحده والثوراسيك فيرتبرا 12 يا دكتور. كويس كده؟ قال لي كويس. يبقى التوتال هنا في الثوراسيك كيج كام يا فندم؟ بالتجميعه دي 37. لو انا بتكلم على الثوراسيك كيج لوحده، القفص الصدري لوحده كام عظمه؟ 37. 24 واحد 25 و12 يبقى 37 عظمه. حلو جميل، هنشوفه برده بالتفصيل ونتكلم عليه. بالنسبه للفيرتبرال كولوم، قال الفيرتبرال كولوم حضرتك ده ليه قصه بقى. ايه القصه بتاعته؟ لو حضرتك هتتكلم عن عدد الفيرتبرا، عدد الفقرات، فهم 33 فيرتبرا، 33 فقره متقسمين ل5 مجموعات: سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرال، كوكسيجل. هوريهم لك دلوقتي بالتفصيل. بس لو هنتكلم عليه يا دكتور كعدد بونز، ركز كده في دي، ركز بس لغايه ما تفهمها. عدد البونز 26. يعني هم كام فيرتبرا؟ 33. الفقره الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، وانت نازل كده بظهرك بالكامل لغايه ما توصل للفيرتبرا نمبر 33. طب كام عظمه؟ 26. ليه يا دكتور حضرتك عندك فرق موجود هنا ما بين عدد الفيرتبرا وبين عدد البونز؟ قال لي لان في شويه فقرات من دي حضرتك بتبقى فيوزد. يعني ايه فيوزد يا دكتور؟ يعني ملحومه. هم 5 فقرات وهنتكلم عليهم دلوقتي. عندك جروب فيه 5 وجروب فيه 4 فيوزد. لو هم 5 فقرات هاجي اعدهم اقول فيرتبرا نمبر 1 2 3 4 5، 5 فقرات عند حضرتك. لكن ال5 دول فيوزد يعني ملحومين مع بعض، 5 فقرات اتلحموا مع بعض، فبقوا كام عظمه بالنسبه لي؟ عظمه واحده. خلاص دي بالنسبه لي هي عظمه واحده. طب هم كانوا كام فقره؟ 1 2 3 4 5 وبعد كده اتلحموا مع بعض. كويس؟ طيب فدلوقتي حضرتك دي التجميعه كده بتاعت عدد البونز، ولما نيجي نجمعها يا دكتور هتلاقي الاكزيال سكيلتون عند حضرتك هنا في كام عظمه؟ في 80 عظمه. ده يا دكتور اللي احنا هنتكلم عليه في محتوى الفيديو النهارده. تعالى واحده واحده كده بقى نتكلم على السكال لوحدها، فيرتبرال كولوم لوحده، والثوراسيك كيج لوحده. يلا يا دكتور.
هاجي هنا يا فندم، اول حاجه السكال، الراجل بيقول لي اتس ابوني كيس، يعني كيس مقفول كده يا فندم من العظم، بيتكون من ايه؟ من جزئين اللي انا قلت لك عليهم، اللي هو الانتيريور بارت الفيشيال بارت وده الامامي، ده اتفقنا مع بعض ان فيه 14 بونز، والبوستيريور بارت الجزء الخلفي حضرتك بنسميه السيريبرال بارت وده فيه 8 بونز 8 عظمات. جميل جدا. الراجل بيقول لي نوت، خلي بالك من النوت دي انا لسه قايل لك عليها من شويه بس ركز معايا فيها. لما اجي حضرتك اقول لك هنا يا دكتور number of bones which form the skull، عدد البونز حضرتك which form the skull يعني اللي بيكون السكال، كام عظمه؟ 14 فيشيال و8 سيريبرال. انا عندي 14 حضرتك انتيريور و8 يا دكتور بوستيريور، الاثنين مع بعض يطلعوا كام؟ يطلعوا 22. ده عدد العظم اللي فورم السكال اللي بيكون الجمجمه. لكن لو انا غيرت وقلت لحضرتك number of bones which found in the skull، عدد العظم اللي موجود في الجمجمه عند حضرتك، هتقول لي يا دكتور ان انا عندي 7 associated bones، في 7 عظمات غير ال 22 اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول، فيطلع التوتال عند حضرتك كام يا فندم اللي found in the skull؟ يطلع عندي يا دكتور 29. فركز قوي يا دكتور وخلي بالك اقرا السؤال كويس، الراجل بيسأل عدد العظم اللي بيكون الجمجمه اللي هم ال 14 الانتيريور وال8 البوستيريور، ولا الراجل بيتكلم عن توتال العظم اللي موجوده؟ يعني لو توتال العظم اللي موجوده هم ال 22 دول معايا، وهاخد معاهم الثلاثه بتوع الميدل اير اليمين والثلاثه بتوع الايدر اليمين الشمال، والهايويد بون عند حضرتك هنا يا فندم تبقى 7 7 و22 29 عظمه. جميل جدا. طيب تعالى كده يا دكتور نبص على العظم ال7 اسوشيتد بون اللي حضرتك بتقول عليهم دول. قال لي يا دكتور ادي ال7 اسوشيتد بون اللي انا بتكلم عليهم هنا بتوع الاير الميدل اير، دول الثلاث عظمات عند حضرتك 1 2 3 الميريوس والانكس والستابس، مش عليك الاسامي بتاعتهم بس ده شكلهم بس للمعرفه ان انت تكون عارفهم. ودي العظمه حضرتك اللي بتكون موجوده تحت الدقن، ده بني ادم رافع راسه لفوق اهي والعظمه بتاعته موجوده هنا. اسمها ايه العظمه دي يا دكتور؟ قال لي اسمها هايويد بون. كويس كده؟ كويس جدا يا دكتور مفيش مشاكل. طيب تعالى بقى حضرتك نتكلم عن البريتبرال كولوم. احنا كده خلصنا الجزء بتاع السكال وعرفنا ان السكال اللي فوق دي يا دكتور فيها 29 فيرتبرا، سوري 29 بونز، 22 اللي هم ال 14 الانتيريور وال8 البوستيريور عند حضرتك، 3 يمين و3 شمال والهايد بون. بس قبل ما ادخل على الفيرتبرال كولوم انا عايز اوريك شكل السكال عامل ازاي، لان فيها شويه تفاصيل مهم ان انت تعرفها. فركز معايا كده يا دكتور وتعالى نروح يا فندم نبص على شكل السكال. ايه يا فندم عند حضرتك السكال او الجمجمه قدامك اهي يا دكتور بالمنظر ده، وتعالى نقلب فيها كده ونشوف شكلها عامل ازاي. قال لي والله يا دكتور الجزء اللي قدام حضرتك اللي انت شايفه ده يا فندم ده اسمه ايه؟ قال لي يا دكتور ده اسمه الفيشيال بارت، او حضرتك احنا بنسميه الانتيريور بارت اللي هو الجزء الامامي. الجزء الامامي ده فيه كام عظمه يا فندم؟ قال لي فيه 14 عظمه عند حضرتك. حلو. فين ال 14 عظمه؟ قلت لك مش عليك، بس عندك مثلا هنا 1 2 3 4 هنا يا دكتور، 5 جوه هنا، 6 ال7 فوق هنا يا فندم، وهنا الناحيه الثانيه زيهم 8 9 10 عند حضرتك هنا، 11 بتاعه اللور جو، 12 اللي موجوده جوه هنا، ال 13 وهنا حضرتك العظمه اللي في الجنب دي ال 14. فانت عندك 14 عظمه موجودين عندك في الجزء اللي هنا ده اللي هو الفيشيال بارت. خلي بال حضرتك الجزء اللي هنا ده اللي هي التيس او الاسنان، لان في ناس بتتلخبط فيها دي ما بتتحسبش معانا. ليه؟ لان انا بتكلم على البونز، الاسنان حضرتك مش من ضمن العظم. يعني ما تقوليش ال 14 دول ازاي يا دكتور الحته دي فيها 14 وانا عندي صف اسنان تحت وصف اسنان فوق لوحدهم، اصلا لو جينا قدهم هنلاقيهم اكتر من 14. ما الاسنان دي يا دكتور مش محسوبه معانا، لان الاسنان بتتعمل من تشو غير البونز. انا هنا بتكلم عن العظام، العظم اللي موجود عند حضرتك. فالجزء اللي هنا ده اللي هو الفيشيال بارت او الانتيريور بارت فيه 14 بونز. طب حلو، سيبك يا دكتور من الجزء ده، تعال نلف كده يا فندم ونروح للجزء الخلفي هنا، وخلينا نصغر الجمجمه دي كده شويه. الجزء الخلفي عند حضرتك هنا يا فندم اللي هو من هنا كده ده الجزء السريبرال. هتلاقي عندك هنا يا دكتور 8 عظمات، ادي 1 يا فندم 2 3 في هنا 4 5 6 وفي الجنب هنا حضرتك 7 8. لو ركزت معايا يا دكتور في العظم اللي قدام حضرتك ده هتلاقي ان هنا العظم دي عظمه ودي عظمه ودي عظمه. الفواصل اللي بينهم حضرتك مش ستريت لاين، يعني هنا الاثنين دول داخلين مع بعض كده بس مش ستريت لاين، دي الطرف بتاعها مدبب مسنن كده حضرتك في طالع وداخل، ودي برضو الطرف بتاعها طالع وداخل، فالاثنين يا دكتور ماسكين في بعض بالشكل ده. ليه؟
ليه الايدجز بتاعتها يا دكتور مش ستريت؟ ليه الايدجز بتاعتها او الحواف بتاعتها شبه سن اسنان المنشار اللي احنا بنقطع بيها كده؟ قال لي عشان يخلي الكونكشن او الاتصال ما بينهم اقوى، فيبقوا ماسكين مع بعض جامد قوي، يبانوا بالنسبه لك في حياتك العاديه ان هم عظمه واحده، ان الجمجمه دي كلها عظمه واحده، بس هي مش عظمه واحده. الجمجمه عند حضرتك الجزء الخلفي ده بس لوحده، البوستيريور بارت 8 عظمات، بيقول عليهم 8 سيريتد بونز، متلاحمين مع بعض بالشكل ده كده يا دكتور. وخلي بالك الكلام ده عندك انت كشخص ادلت. الجمجمه اللي انا جايبها لك دي انا جايب جمجمه شخص ايه يا فندم؟ ادلت. عند البيبي ال8 بونز او ال8 عظمات اللي موجودين هنا دول يا دكتور بيكونوا لسه ما اتلحموش، بيكونوا لسه ما دخلوش في بعض بالشكل ده. فعشان كده لما بنيجي نشيل البيبي يا دكتور الصغير يقول لك ما تضغطش على دماغه، ما تدوسش على دماغه. ليه يا دكتور ما تدوسش على دماغه؟ بالبلدي كده يقولوا لنا اصل عظم دماغه لسه طري. هو العظم مش طري، العظم لسه ما اتلحمش مع بعضه، لسه ما بقاش فيوز. فاي ضغط على حضرتك الضغطه دي ممكن تاثر وتدخل فين يا فندم؟ للبرين، وتسبب له مشاكل كبيره قوي. اوكي طيب، يبقى انا عرفت يا دكاتره ان الجزء الامامي عند حضرتك هنا من الاسكال ده يا فندم عباره عن 14 بونز، والجزء الخلفي لما باجي ابص من الجنب هنا ده كده حضرتك الجزء الامامي، وده يا دكتور الجزء الخلفي. الجزء الامامي 14 بونز والجزء الخلفي 8 بونز. طيب انا عارف ان جوه هنا يا دكتور موجود ايه؟ قال لي جوه الجمجمه دي موجود البرين، وهدف الجمجمه دي اصلا غير انها تكون عظم الوش اللي عند حضرتك ده، انها تبروتكت البرين من ضمن المميزات بتاعتها. البرين ده يا دكتور انا عارف انه متوصل بحاجه كده في السي ان اس اسمها السباينال كورد، الحبل الشوكي اللي نازل من الجمجمه وماشي بطول ظهري عشان يخرج منه الاعصاب توصل للجسم بالكامل. لو الجمجمه دي مقفوله كده يا دكتور، ازاي البرين متوصل بالسباينال كورد؟ وانا درست السنه اللي فاتت ان هم متوصلين ببعض. ما هي مش مقفوله. تعالى كده حضرتك نشيل اول فقرتين عند حضرتك هنا دول من الفيرتبرال كولوم، ونلف الجمجمه دي كده يا دكتور نبص عليها. لما ابص من اللور فيو على الجمجمه من تحت كده حضرتك هلاقي ايه يا دكتور في الجمجمه من تحت؟ قال لي هتلاقي عندك يا فندم فتحه كبيره كده او ثقب كبير موجود في البرين من في السكال من تحت. اسمها ايه الفتحه دي يا دكتور؟ قال لي الفتحه دي عند حضرتك بص كده اللي هي الدايره اللي هنا دي، ده ثقب فاضي خارج منه او بيمشي منه السباينال كورد. الفتحه اللي هنا عند حضرتك دي اسمها فورامين ماجنم. فورامين ماجنم يا دكتور بيتقال عليها الثقب الكبير. دي الفتحه الكبيره اللي في السكال بيز، في القاعده اللي تحت من الجمجمه. الجمجمه فوق هنا حضرتك في القاعده بتاعتها من تحت في فتحه موجوده كده اسمها الفورامين ماجنم. هدفها ايه الفتحه دي؟ قال لي انها توصل ما بين البرين والسباينال كورد اللي ماشي بطول ظهر حضرتك وداخل جوه الفيرتبرال كول. كويس كده؟ قال لي كويس جدا. يبقى دي حضرتك كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن البرين. تعالى بقى يا دكتور بعد كده نروح نتكلم عن مين يا فندم؟ قال لي تعالى نروح نتكلم عن السباينال كورد او الفيرتبرال كولوم. الفيرتبرال كولوم او العمود الفقري عند حضرتك يا دكتور ده شكل الفيرتبرال كولوم من قدام، وده حضرتك شكل الفيرتبرال كولوم من الجنب من اللاترال فيو، وده حضرتك شكل الفيرتبرال كولوم او العمود الفقري من البوستيريور فيو. لما اجي ابص يا دكتور على الفيرتبرال كولوم من الجنب كده هلاقي او هاخد بالي ان الفيرتبرال كولوم بتاع حضرتك ده يا دكتور كيرفد. يعني ايه يا فندم كيرفد؟ يعني واخد انحناءات. الجزء اللي فوق هنا يا دكتور واخد كيرف كده، والجزء اللي تحت هنا يا فندم واخد كيرف عكسه داخل لجوه كده، والجزء اللي هنا ده واخد كيرف لقدام، والجزء اللي هنا ده واخد كيرف لورا، صح كده؟ فبقول حضرتك على الكيرفيتشر احنا متفقين ان هنا الجزء الانتيريور الامامي، وهنا حضرتك الجزء البوستيريور. البروز اللي طالع عند حضرتك زي الشوكه ده يا دكتور طالع من ورا، والدايره الكبيره دي ناحيه قدام. فبقول حضرتك الكيرفيتشر اللي حاصل ده انتيريور posterior anterior posterior، يعني الانحناء اللي حاصل قدام حضرتك ده يا فندم في كيرف رايح ناحيه قدام، في كيرف راجع ناحيه ورا، في كيرف تاني قدام، في كيرف راجع ناحيه ورا. اللي يهمني ان الفيرتبرال كولوم عند حضرتك مش ستريت لاين. ليه يا دكتور مش ستريت لاين؟ واخد انحناء شكل الجسم عشان يعرف يدي سبورت كويس للجسم. طيب لو انا ببص من قدام من هنا يا دكتور، قال لي لو حضرتك بتبص من قدام من هنا يا دكتور على الفيرتبرال كولوم هتلاقي ان الكيرف ده طالع يا دكتور زي القبه كده او ظهر المعلقه في وش حضرتك. فبقول الجزء اللي هنا ده يا فندم كونفكس. حلو. طب لو انا ببص من ورا يا دكتور، قال لو بتبص من ورا مش هتشوفه كونفكس، هتشوفه كونكيف. كونكيف زي المعلقه او الحفره نازل لتحت كده. فخلي بالك انا عندي الكونكيف زي المعلقه نفسها، الجزء اللي انت بتحط فيه الاكل ده زي الحفره نازل لتحت يا دكتور، والكونفكس حضرتك طالع لفوق زي القبه. فلو انا واقف قدام هلاقيه جاي عليا زي ظهر المعلقه كده، فكونفكس المنطقه دي. لو انا ناحيه ورا حضرتك قال لي هتلاقيه كونكيف. طب اللي تحتها لو انت قدام هتلاقيها كونكيف،
لو انت واقف ورا حضرتك هتلاقيها كونفكس. دي يا دكتور لو انت بتبص عليها اللي هي المنطقه اللي هنا دي اللي هنقول اسمها كمان شويه اسمها منطقه اللامبر، هلاقي اللامبر عند حضرتك كونفكس، وهلاقي حضرتك اللامبر من ورا كونكيف، ومن قدام هنا يا دكتور دي هلاقيها كونكيف بس من ورا هلاقيها كونفكس. فانت تقدر تعبر عن الكيرفيتشر بتاع الفيرتبرال كولوم ده بثلاث طرق. لو راجل قالك انت واقف قدام من الانتيريور فيو من قدام، اقول له كونفكس كونكيف كونفكس كونكيف بالترتيب كده. طب لو انا واقف ورا كونكيف كونفكس كونكيف كونفكس، او لو انا مش بتكلم قدام لورا انا بتكلم على الكيرفيتشر في العموم على حسب وضع الجسم، اقول له انتيريور بوستيريور انتيريور بوستيريور مش ستريت لاين، ودي معلومه مهمه جدا. طيب خلينا حضرتك واحنا بنبص عليه كده، انت قلت لي يا دكتور ان الفيرتبرال كولوم ده العمود الفقري اللي عند حضرتك. ادي يا دكتور الفيرتبرال كولوم. في كام فقره يا دكتور؟ قلت لي حضرتك ان هم 33 فيرتبرا، 33 فقره. اللي قدامي دول من 1 لغايه 33 دول ال 33 فقره بس متقسمين لمناطق. المنطقه الاولى اللي عند حضرتك هنا دي يا دكتور من الفقره رقم 1 لغايه الفقره رقم 7. قال لي من 1 ل7 المنطقه دي اسمها سيرفايكال فيرتبرا، اللي هم اول 7 فقرات عند حضرتك من رقم 1 لغايه رقم 7. جميل. المنطقه اللي بعدها حضرتك اللي تحتها على طول من هنا من عند الفيرتبرا نمبر 8 من رقم 8 لغايه حضرتك رقم 19، دي يا دكتور اسمها ثوراسيك فيرتبرا. الثوراسيك فيرتبرا من اول رقم 8 لغايه رقم 19. المنطقه اللي بعدها يا دكتور عند حضرتك هنا من اول الفقره رقم 20 لغايه حضرتك الفقره رقم 24 اسمها اللامبر فيرتبرا من 20 ل 24. جميل. بعد كده يا دكتور عندي الجزء اللي عند حضرتك هنا ده من الفقره يا دكتور اللي هي لغايه هنا، اوكي؟ دي اسمها الساكرال فيرتبرا. من كام لكام الساكرال فيرتبرا حضرتك؟ قال لي من 25 ل 29. جميل جدا. بعد كده يا دكتور عندي اخر 4 فقرات هنا اللي هي الحته الصغيره خالص دول يا دكتور 4 فقرات اسمهم كوكسيجال فيرتبرا. من كام لكام؟ قال لي من 30 ل 33. يبقى بالراحه كده واحده واحده. انا عندي فقرات الظهر 33 فقره متقسمين ل 5 جروبس: سيرفايكال ثوراسيك لامبر ساكرال كوكسيجال. قولهم معايا كده: سيرفايكال ثوراسيك لامبر ساكرال كوكسيجال. المنطقه اللي فوق السيرفايكال دي بنسميها الفقرات العنقيه. ليه يا دكتور؟ قال لي لان السيرفايكال دي حضرتك مكانها فين؟ موجوده فين؟ دي يا دكتور موجوده في النك ريجن، في منطقه الرقبه. اول 7 فقرات عند حضرتك دول من اول الجمجمه فوق لغايه اخر الرقبه تحت. المنطقه دي اسمها الثوراسيك فيرتبرا، ودي على فكره اللي بيخرج منها الضلوع عشان تخرج تلف هنا يا دكتور وتمسك في العظمه اللي قدام اللي اسمها الاسترنم، فتكون الثوراسيك كيج اللي هو القفص الصدري، فاسمها ثوراسيك فيرتبرا. دي حضرتك موجوده في منطقه الشست. جميل. عند حضرتك تحت هنا يا دكتور اللامبر، ودي بسميها الفقرات القطنيه اللي موجوده في منطقه الابدومن، منطقه البطن عند حضرتك يا دكتور، او الابدومينال كافيتي. وعندك الساكرال والكوكسيجال الاثنين حضرتك موجودين في البلفيك ريجون. البلفيك ريجون اللي هي منطقه الحوض. كويس كده؟ فانا عندي ال5 جروب: سيرفايكال ثوراسيك لامبر ساكرال كوكسيجال. سيرفايكال في النك، ثوراسيك في الشست، لامبر في الابدومين، والاثنين التانيين في الحوض. سيرفايكال من 1 ل 7 يعني عددهم كام فقره؟ قال لي عددهم 7 فقرات، 7 فيرتبرا. الثوراسيك حضرتك من 8 ل 19 يعني عددهم كام؟ عددهم 12 فيرتبرا، 12 فقره. عشان كده ال 12 فقره بيخرج منهم 12 ضلع يمين و12 ضلع شمال، فعدد الضلوع 24. لما اجي اقولهم بالترتيب عند حضرتك كده يا دكتور اقول 7 12 5 5 4. سيرفايكال 7، ثوراسيك 12، لامبر 5، ساكرال 5، وكوكسيجال 4. حلو جدا. ده كده ال7 فيرتبرا. خلي بالك بقى يا دكتور، او سوري، السيرفايكال هي ال7 فيرتبرا ودول ال 33 فقره. لما اجي حضرتك كل منزل لتحت يا دكتور في الفيرتبرال كولوم بالشكل ده، الاقي ان حجم الفقرات بيزيد. يعني بص هنا حجم الفقره كان صغير، بعدين بدا يزيد مع حضرتك، بيزيد جدا يا دكتور وانت نازل. ليه؟ قال لي لان كل ما بنزل في الفيرتبرال كولوم كل ما في وزن زياده بيتحط عليه. يعني منطقه السيرفايكال اللي فوق دي شايله النك والهيد بس، الثوراسيك اللي تحت دي شايله النك والهيد والشيست، الابدومين اللي تحت دي او اللامبر حضرتك اللي موجوده في منطقه الابدومين دي شايله جزء وزن الابر بارت بالكامل.
بايديك بكتفك باي وزن زياده هتشيله متحمل على مين يا دكتور؟ قال لي على اللامبر فيرتبرا او الفقرات القطنيه عند حضرتك هنا. صح كده؟ قال لي صح. فخلي بال حضرتك يا دكتور ان انا كل ما بنزل لتحت كل ما السايز الحجم عند حضرتك بيحصل له ايه يا دكتور؟ بيزيد. لغايه فين؟ قال لي لغايه هنا، يعني لغايه اخر واحده في اللمبر اللي هي الفيرتبرا نمبر 24. بعد كده حضرتك وانا نازل بلاقي الحجم السايز بيحصل له ايه هنا يا دكتور وانت نازل؟ قال لي السايز بيقل. مش فاهم. يعني لما اجي هنا يا دكتور ارسم لحضرتك جراف، والجراف ده هكتب عليه هنا النمبر اوف فيرتبرا، ترتيب الفقرات 1 2 3 4 5 6 وهكذا لغايه 33، وفوق هنا حضرتك اكتب السايز الحجم. ايه اللي يحصل؟ تلاقي ان الحجم عند حضرتك بيزيد 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 لغايه مرحله معينه، وبعدين بدا ايه يا دكاتره؟ بدا يقل. زاد يا دكتور لغايه فين؟ لما اجي يا دكتور ابص على الجراف عند حضرتك هنا هلاقي السايز بيزيد لمسافه معينه، وبعدين يا دكتور يبدا ايه؟ يقل. زاد لغايه فين هنا؟ قال لي لغايه اخر واحده في اللمبر. اخر فقره في اللمبر عند حضرتك اللي هي الفقره رقم كام؟ 24 اللي هي الفيرتبرا اللي هنا دي يا دكتور الفقره رقم 24. من اول حضرتك الفقره رقم 25 الاقي الحجم بدا يقل. او نقدر نقول يا دكتور ان اكبر حجم عند حضرتك الفقره رقم 24 دي اللارجست فيرتبرا اوف فيرتبرال كولوم، اكبر واحده. من بعدها الحجم عمال يقل 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 لغايه ما اوصل لاخر فقره عند حضرتك تحت هنا اللي هي الفيرتبرا نمبر 33. دي حضرتك بقول عليها السمولست فيرتبرا، اصغر فقره عند حضرتك في الفيرتبرال كولوم كله. طيب تعالى كده بقى يا دكتور نبص على بعض على شويه تفاصيل مهمه قوي بالنسبه لي ان حضرتك تكون عارفها. في شويه حاجات عايز حضرتك تاخد بالك منها يا دكتور. زي ايه؟ زي مثلا لما اجي اتكلم على اول فقره فوق عند حضرتك هنا اللي هي الفيرتبرا نمبر 1. اول فقره دي حضرتك لما اجي اعمل لها ايزوليشن كده اجيبها لوحدها. بص يا دكتور الفيرتبرا دي لما تيجي تبص على شكلها كده، ده شكلها هنا وهي يا فندم عند حضرتك من قدام، هلاقي الفقره دي حضرتك دي الفقره اللي متوصله. يعني انا لو بصيت عليها من الجنب هنا فوق الفيرتبرا دي هنا السكال على طول، فالسكال قاعده على الفيرتبرا دي، فشكل الفيرتبرا دي مختلف عن ايه يا دكتور؟ عن باقي الفيرتبرال كولوم. بص معايا كده باقي فقرات الظهر عند حضرتك لما اجي اقرب عليهم هلاقي يا دكتور ان الفقره الاولى عندك دي اللي ننزلها تحت شويه كده عشان نعرف نشوفها كويس، دي حضرتك الفقره الاولى، ودي يا دكتور الفقره الثانيه، وهنا الفقره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه. هتاخد بالك يا دكتور ان الفقره الاولى عند حضرتك هنا اللي هي دي فيرتبرا نمبر 1، دي اول واحده اللي هي الفيرست سيرفايكل، ودي حضرتك السكند سيرفايكل. الفقرتين دول ليهم شكل مختلف عن رقم 3 و4 و5 و6 و7، ومن بعدهم الثوراسيك. هتلاقي الثوراسيك برضو شكلها مختلف 8 و9 و10. ليه حضرتك دي ودي شكلهم مختلف؟ قال لي لان دول اللي بيركبوا فين يا دكتور؟ في السكال. الاثنين دول شكلهم مختلف لان دول يا فندم عند حضرتك اللي بيكونوا راكبين في السكال. لما اجي ابص على اول واحده دي لو جيت يا دكتور عملت لها ايزوليشن هتلاقيها لوحدها. خلينا مثلا نعمل مالتي سيلكت هنا، انا عايز اختار الاثنين دول واعمل لهم ايزوليشن. بص يا دكتور هنا لما تيجي تعمل ايزوليشن هتلاقي ان دول فقرتين اهم راكبين عند بعض عند حضرتك. دي الاولى اللي هي بالجزء الاصفر ده، واللي تحتها اللي راكبه فيها دي حضرتك الثانيه. الثانيه دي مميزه ان عندها الجزء الطويل ده، مفيش اي فقره عندها جزء طالع لفوق كده غير الثانيه في السيرفايكل. لما اجي ارجعهم حضرتك هلاقي ان باقي الفقرات تقريبا كلها نفس الشكل. يعني خلينا مثلا ناخد واحده من اللمبر فيرتبرا دي نبص عليها ونشرح شكل الفقره نفسها. ادي يا دكتور عند حضرتك هنا ده شكل الفيرتبرا. شكل الفيرتبرا عند معاليك هنا يا فندم بتتكون من الجزء الدايره التخينه دي اللي هي البوني رينج او الجزء ده من العظمه، والجزء ده يا دكتور اسمه سنترم. اسمه ايه يا فندم؟ قال لي اسمه سنترم حضرتك. الجزء التخين اللي هنا ده اسمه سنترم. خلي بالك ان هنا ده الجزء الانتيريور الامامي، يعني هنا حضرتك الفقره دي متركبه في ظهرك بالشكل ده. السنترم ده ناحيه قدام، والشوكه الطويله اللي ورا عند حضرتك دي اسمها يا دكتور نيورال سباين. فالسنترم ناحيه قدام والنيورال سباين ناحيه ورا. ورا السنترم على طول هنا يا دكتور هتلاقي عندك كافيتي او تجويف فاضي هنا كده حضرتك بيمشي فيه السباينال كورد. التجويف الفاضي ده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه نيورال كانال.
نيورال كانال اللي هي القناه العصبيه، وده حضرتك اللي بيكون ماشي جواه السباينال كورد اللي نازل من فوق من عند البرين وماشي بطول الفيرتبرال كولوم او ظهر حضرتك بالكامل. حلو. فانا عندي هنا السنترم، الجزء التخين اللي عليه الوزن، اللي شايل وزن جسمي كله حضرتك مضغوط هنا. ورا هنا يا دكتور النيورال كانال. قال لي في بقى موجود عند حضرتك في الفيرتبرا من ورا كده 7 بروسيس. بروسيس يعني بروز. بروسيس يعني ايه يا دكتور؟ في بروز. عندك يا دكتور بروز طالع ناحيه اليمين وبروز طالع ناحيه الشمال. الاثنين دول حضرتك اسمهم ايه؟ قال لي اسمهم ترانسفيرس بروسيس. ترانسفيرس بروسيس اللي هو البروز اللي طالع يمين وشمال. ترانسفيرس بروسيس ده حضرتك بيطلع بشكل لاترال، بشكل جانبي من السنترم. طالع ادي السنترم عندك يمين وشمال، بروز طالع هنا. ليه؟ قال لي لان البروز ده حضرتك اللي بيجي يمسك فيه مين يا دكتور؟ مين اللي لافف وطالع هنا ده؟ قال لي ده الريبس، دي الضلوع. فالضلوع حضرتك بتاتاتش مع السنترم والترانسفيرس بروسيس. كويس. قال لي كمان يا دكتور لما تيجي نشيل الجزء ده، دول كده الترانسفيرس بروسيس. لما نيجي نشيل حضرتك الجزء ده، لما اجي يا دكتور ابص على الفيرتبرا دي كده وعايز حضرتك اشوفها من اللاترال فيو، من الجزء الجانبي من هنا كده يا دكتور. قال لي من الجزء الجانبي عند حضرتك هنا هتلاقي السنترم. انا كده بص عليها الفقره دي من الجنب، وده وضعها في جسمي. يعني هي في جسم حضرتك محطوطه بالوضعيه ده. هنا الجزء الانتيريور اللي ناحيه وشي، وهنا حضرتك العظمه النيورال سباين دي اللي ورا كده يا دكتور ناحيه ظهري. فده الجزء الانتيريور وده الجزء البوستيريور. لما اجي بقى حضرتك ابص عليها من ورا كده هلاقي هنا الثمان او السبع بروز اللي انا بتكلم عليهم، اللي هم ايه بقى يا دكتور؟ ركز معايا كده عشان دي مهم. قال لي عند حضرتك هنا وهنا الاثنين دول حضرتك اسمهم ترانسفيرس بروسيس اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم من شويه. دول حضرتك اللي بيمسكوا في مين يا دكتور؟ قال لي بيمسكوا في الضلوع. دي الاتاتش تو ريبس اللي هم الاثنين اللي طالعين بشكل لاترال دول. وهتلاقي عندك واحد طالع لفوق هنا وواحد طالع لفوق هنا. الاثنين اللي طالعين ناحيه فوق دول حضرتك بسميهم انتيريور articulating process. ده حضرتك البروز او الامتداد اللي بيكون طالع ناحيه فوق عشان يمسك مع الفقره اللي فوق. وكذلك في اتنين تانيين تحت هنا حضرتك، الاتنين دول بنسميهم posterior articulating process. ده حضرتك البروز اللي بيكون طالع ناحيه تحت عشان يمسك في الفقره اللي تحت. فخلي بال حضرتك ان انت عندك هنا يا دكتور اتنين ترانسفيرس بروسيس. بص معايا كده، عندي اتنين ترانسفيرس بروسيس، واحد يمين والتاني شمال. وعند حضرتك اتنين انتيريور ارتكليتنج بروسيس، واحد يمين والتاني شمال، بس الاتنين دول باصين لفوق. الترانسفيرس بروسيس يمين وشمال، الانتيريور حضرتك طالع لفوق. البوستيريور اللي تحت ده برضه يا دكتور في منه كام؟ قال لي في منه اتنين، واحد هنا وواحد هنا. يبقى كده التوتال مع حضرتك كام؟ 6. وفي الشوكه الطويله اللي عند حضرتك اللي نازله في الظهر دي يا دكتور، في ظهر حضرتك لو تنيت ظهرك كده ومشيت ايدك عليها هتلاقي في بروز طالع ونازل كده. دي الشوكه اللي موجوده هنا. اسمها ايه الشوكه دي حضرتك؟ اسمها نيورال سباين. دي وظيفتها حضرتك انها تحمي السباينال كورد من ورا، عشان لما تيجي خبطه هنا ما تدخلش السباينال كورد، وتحميها بالعظمه اللي موجوده دي. كويس كده؟ فانا عندي هنا يا دكتور عدد البروسيس اللي موجوده عند حضرتك كام يا فندم؟ قال لي 7. مين هم السبعه؟ 2 ترانسفيرس و2 انتيريور و2 بوستيريور والنيورال سباين. طب لو الراجل سالني حضرتك على عدد البروسيس بيرز، وركز معايا كده، لو الراجل سالني على عدد البروسيس بيرز اللي موجوده في الفيرتبرا، اقول له لا البيرز هم 3 بس. مين الثلاثه؟ عندي بير اوف ترانسفيرس بروسيس، وعندي بير من الانتيريور ارتكوليتنج، وعندي بير من البوستيريور، لكن النيورال سباين مفيش منها بير لان هي واحده بس. فركز، لو الراجل قال لك عدد البروسيس توتال هم 7 في الفقره الواحده، اي فقره عند حضرتك، سيرفايكال ثوراسيك لامب. لو سالني على عدد البروسيس بيرز اقول له 3 بس، اللي هو البير بتاع الترانسفيرس الاثنين دول، البير بتاع الانتيريور والبير بتاع البوستيريور، مش هحسب معاهم النيورال سباين. طيب الفكره دي خلاص يا دكتور عرفناها. تعالى حضرتك نشوف حاجه تانية. يبقى احنا يا دكتور اتكلمنا على الفيرتبرال كولوم وقلنا ان بيتقسم لسيرفايكال ثوراسيك لامبر ساكرال والكوكسيجال. تعالى بقى اوريك شكل الساكرال فيرتبرا دي، لان دي شكلها مهم جدا ومميز جدا. ساكرال فيرتبرا حضرتك اللي هم ال5 فقرات اللي انت شايفهم قدامك دول. بص يا دكتور ركز معايا. عند حضرتك هنا يا فندم دي الفيرتبرا نمبر 1، فيرتبرا نمبر 2، 3، 4،
5. الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه في ايه؟ العظمه دي كده اسمها الساكرال فيرتبرا او الساكرم فيرتبرا. اوكي؟ ساكرال فيرتبرا عند حضرتك هنا عندك 1 2 3 4 5 5 فقرات بس فيوزد، كلهم ملحومين يا دكتور عند حضرتك من المنطقه اللي هنا دي. بص شايف الخط الصغير اللي هنا ده كان المفروض فاصل ما بين الفقرات، الخمس فقرات دول، بس اتلحموا مع بعض من عنده. ده حضرتك كانوا منفصلين عند البيبي النيو بورن اللي لسه مولود. عشان كده البيبي ده يا دكتور ما بيعرفش يقعد، لان الساكرال فيرتبرا دي بتساعد حضرتك في السيتنج، في الجلوس، وضعيه الجلوس دي اللي بتستحمل وزن الجسم وانت قاعد. اللمبر اللي هي اللي فوقيها، الفقرات اللي فوقيها القطنيه دي شايله وزن الجسم وانت واقف. لما بتيجي تقعد حضرتك الساكرال دي بتتميز انها فلات براود فيرتبرا، فقره حضرتك فلات مسطحه وفي نفس الوقت براود. يعني ايه يا دكتور؟ يعني عريضه. عريضه عشان تزود السيرفيس اريا وتستحمل وزن حضرتك بالكامل يا دكتور. امتى؟ وانت قاعد. مع عظمتين الحوض طبعا اللي بيكونوا موجودين هنا، اللي هم عظمتين الاليم اللي بيكونوا موجودين هنا عراض برضو، فيستحمل وزن الجسم وانت قاعد. فدي 5 فقرات. دول حضرتك كعدد فيرتبرا، لو هتعدهم كفيرتبرا فقرات هتلاقي عددهم كام؟ 5. لكن يا دكتور لو انا هتكلم عليهم حضرتك كبونز، عدد بون، الساكرال فيرتبرا دي كام عظمه؟ قال لي هي عظمه واحده بس، لانهم 5 فقرات وفيوزد. فبتتميز حضرتك الساكرال فيرتبرا انها ايه يا دكتور؟ انها فيوزد فيرتبرا، على عكس اللمبر اللي فوقيها. بص دي فقره ودي فقره، في مسافه كبيره بينهم، هنا بيبقى فيها كارتلج، بيبقى فيها غضاريف. اللي موجود هنا ده حضرتك كارتلج عشان يسهل الموفمنت بتاعه الفيرتبرا، المفاصل بتاعتها تتحرك براحتها. فهنا في جاب وهنا في جاب، دي فقره مستقله بذاتها، فقره واحده وعظمه واحده، واللي فوق دي فقره واحده وعظمه واحده. لكن هنا 5 فقرات ملحومين مع بعض يا دكتور، مديني عظمه واحده اللي هي الساكرال فيرتبرا. طيب المنطقه اللي تحت عند حضرتك هنا دي بقى يا دكتور، قال لي المنطقه دي هنا 4 فقرات يا دكتور بنسميهم الكوكسيجال فيرتبرا. 4 فقرات حضرتك بنسميهم ايه؟ كوكسيجال فيرتبرا. تعالى يا دكتور نبص عليهم لوحدهم. بص كده يا دكتور، اللي هنا دي حضرتك دي الفقره رقم 1 في الكوكسيجال، 2 في الكوكسيجال، 3 في الكوكسيجال، 4 في الكوكسيجال. 4 فقرات عند حضرتك، 1 2 3 4. لكن الاربعه دول ايه يا دكتور؟ فيوزد، ملحومين مع بعض، ودي اللي قلنا عليها اصغر فقرات موجوده عند حضرتك في الجسم. طيب تعالى بقى نسيب الابلكيشن بتاعنا او البرنامج ده حضرتك، ونروح كده يا دكتور نشوف المقارنه، نعمل مقارنه ما بين ال5 مجموعات بتوع الفيرتبرال كولوم. تعالى يا دكتور هنا. ادي حضرتك الفيرتبرال كولوم قدام حضرتك، السيرفايكال ال7، الثوراسيك ال12، اللامبر ال5، الساكرم 5 بس فيوزد، والكوكسيجال 4 بس فيوزد. حلو جدا. تعالى بقى يا دكتور بص معايا على الجدول اللي هنا ده. الجدول اللي عند حضرتك هنا ده يا دكتور، الراجل بيقول لك فيه ايه؟ في الجدول اللي هنا يا دكتور الراجل بيقول لي دي السيرفايكال فيرتبرا، ودي حضرتك الثوراسيك، ودي اللامبر، ودي الساكرال، ودي الكوكسيجال يا دكتور. الراجل حاططهم بالترتيب كده. هقارن بينهم حضرتك في 5 حاجات. اول حاجه يا دكتور هتكلم على اللوكيشن، تاني حاجه هتكلم على الشيب الشكل، وبعدين عندي النمبر والارينجمنت والارتكيوليشن. طيب جميل جدا. اول حاجه حضرتك الراجل بيقول السيرفايكال موجوده فين؟ في النك، الثوراسيك موجوده في الشيست، اللامبر في منطقه الابدومينال اللي هي منطقه البطن، والساكرال والكوكسيجال الاثنين في البلفيك، وقلنا البلفيك ده حضرتك اللي هو الحوض. جميل جدا. بالنسبه للشيب او السايز بتاعهم حضرتك، قال لي والله السيرفايكال دي مودريت سايز، ولا هي كبيره ولا هي صغيره، متوسطه. هنا حضرتك الثوراسيك لا دي اكبر، الثوراسيك هنا اكبر من السيرفايكال. اللامبر، وبص كده ركز في الكلمه اللي كاتبها على اللامبر، قايل لي دي اللارجست، اكبر واحده فيهم حضرتك هي اللامبر فيرتبرا. الساكرال عند حضرتك بتكون براود فلات، عريضه حضرتك وفلات عشان تستحمل وزن الجسم وانت قاعد. وعندك هنا الكوكسيجال يا دكتور، الراجل قال لي دي السمولست او دي اصغر فقره فيهم يا فندم. حلو. السيرفايكال كام؟ قال لي 7 12 5 5 4. السيرفايكال من 1 ل7، الثوراسيك من 8 ل 19، اللامبر من 20 ل 24، 25 ل 29، 30 ل 30 للكوكسيجال. كلهم ارتكوليتد، يعني دي بتتحرك السيرفايكال، والثوراسيك بتتحرك، واللامبر بتتحرك. فكره بس حضرتك ان دي فيوزد
ودي فيوز. دول 5 فقرات ملحومين في بعض، ودول 4 برضو يا دكتور ملحومين في بعض. عشان كده توتال العدد بتاعهم 33 فقره، لكن عشان هنا دي ملحومه فهم 5 فقرات بعظمه واحده، ودي 4 فقرات برضو بعظمه واحده. فبقول لحضرتك ان عدد البونز 26 عظمه، على الرغم ان عدد الفرتبرا 33، لكن نمبر اوف بون 26. جميل جدا. بعد كده حضرتك الراجل جايب لي هنا 2 جراف. بيقول لي يا دكتور الجراف اللي عند حضرتك هنا ده عدد الفرتبرا بونز على الواي اكسس. لما اجي ابص هنا يا دكتور كده، ادي الواي اكسس عند حضرتك نمبر اوف فيرتبرا بونز، انا بتكلم على عدد العظم. وهنا على الاكس اكسس التايب اوف فيرتبرا. فالراجل بيقول لي هنا ال5 مجموعات، وانا عايز اتكلم عن عدد البونز. اكتر واحده فيها بونز اللي فيها 12 فيرتبرا اللي هي الثوراسيك. بعد كده اللي اقل منها حضرتك اللي فيها 7 عظمات اللي هي السيرفايكل. اقل منها اللي فيها 5 حضرتك اللي هي اللمبر، والساكرال فيها واحده والكوكسيجال فيها واحده، لان انا هنا بتكلم على عدد البونز. لو بتكلم على عدد الفرتبرا كنت هلاقي الساكرال 5 والاقي الكوكسيجال حضرتك 4، لكن انا مش بتكلم على عدد الفقرات، بتكلم على عدد البونز. طب على حسب السايز يا دكتور او على حسب الحجم؟ قال لي على حسب الحجم. اكبر واحده فيهم يا فندم عند حضرتك هي اللمبر فيرتبرا، اللي اصغر من اللمبر الساكرال، اصغر من الساكرال الثوراسيك، وبعد كده السيرفايكال، واصغر واحده فيهم حضرتك هي الكوكسيجال. عشان كده قلنا ان اخر فيرتبرا في اللمبر هي اكبر واحده، اللي هي الفيرتبرا نمبر 24، دي اكبر فقره في الجسم. واصغر فقره هي اخر واحده في الكوكسيجال اللي هي الفقره رقم 33. حتى يا دكتور كان ليها رسمه كده، بص كده شوف الرسمه دي معايا. لو احنا حضرتك عايزين نقول يا فندم السايز بتاع الفرتبرا ماشي ازاي، قال لي بالطريقه دي. ايه يا فندم الطريقه دي؟ بص يا دكتور معايا كده، هنقول حضرتك ان في الاول دول ال7 بتوع السيرفايكل، بعد كده عندي ال12 بتوع الثوراسيك، بعد كده عندي هنا حضرتك ال5 بتوع اللمبر، تحتهم هنا 5 ساكرال و4 كوكسيجال. فاكبر حجم خالص هو حجم اللمبر. طول ما انا نازل لتحت السايز اخباره ايه؟ قال لي السايز بيزيد من السيرفايكل للثوراسيك ومن الثوراسيك لللمبر. من اللمبر للساكرال حضرتك هلاقي الحجم هنا يا دكتور بيقل. الحجم قل من اللمبر للساكرال، ومن الساكرال حضرتك قل للكوكسيجال. في اخر اصغر حاجه هي الكوكسيجال واكبر حاجه هي اللمبر. كويس كده؟ قال لي كويس جدا يا دكتور، ما عنديش فيه مشكله. طيب بعد كده حضرتك تعالى بقى نروح نتكلم على الثوراسيك كيج. بعد ما خلصنا جزء الفيرتبرال كولوم، والراجل بيقول الثوراسيك كيج في 37 بون. تعال نبص على شكل الثوراسيك كيج حضرتك، وبعدين نرجع نقرا الكلام اللي عليه. بص يا دكتور، اللي قدام حضرتك ده يا فندم ده الثوراسيك كيج او القفص الصدري. لما اجي الف على القفص الصدري ده حضرتك، ده شكله من قدام. دي العظمه اللي موجوده في نص صدرك اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي اسمها عظمه الاسترنم. ودي الضلوع لفه من ورا كده حضرتك من عند الثوراسيك فيرتبرا. ال 12 فيرتبرا دي مش معانا، دي اول واحده في اللمبر، خلينا نشيلها. فدول كده حضرتك ال 12 فيرتبرا او ال 12 فقره اللي موجودين عندك، وكل فقره فيهم طالع منها 2 ريبس او ضلعين، ضلع يمين والضلع الثاني حضرتك شمال. ادي عندك ضلع هنا يمين وضلع هنا شمال خارجين من الفقره اللي موجوده هنا دي. كويس؟ فعندي هنا حضرتك ال 12 فيرتبرا، 12 ثوراسيك فيرتبرا و20 بيرز من الريبس لافين حضرتك الضلوع دي كلها، ولحمين هنا قدام حضرتك في العظمه اللي في نص الصدر دي اللي اسمها عظمه الاسترنم. كويس كده؟ قال لي كويس جدا يا دكتور. بص بقى وركز معايا قوي في اللي احنا هنقوله ده، لان في فكره مهمه لازم حضرتك تكون عارفها. عند حضرتك يا دكتور في الثوراسيك كيج هنا عدد الضلوع ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واللي تحت ده 10. ايوه يا دكتور، فين 11 و12؟ بص يا فندم معايا كده، لما نيجي هنا حضرتك نبص على الثوراسيك كيج بالمنظر ده. طيب لو جيت بقى حضرتك يا فندم بصيت هنا، احنا قلنا دول 10 ضلوع، فين يا دكتور ال11 وال12؟ قال ال 11 وال12 عندك، ده الضلع رقم 11 وده الضلع رقم 12، موجودين في جنبك هنا، جايين من ورا واقفين في الجنب هنا، مش مكملين يا دكتور وطالعين قدام. بص لو خدت بالك كل الضلوع لما اجي ابص عليها من الجنب من هنا، وليكن مثلا الضلع ده خلينا نتتبعه كده، جاي من ورا من هنا من عند الفرتبرا ولافف حضرتك واخد كيرف 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 مكمل يا دكتور، وجاي هنا عشان يوصل للاسترن. لكن عند حضرتك الضلع رقم 11 و12، بص حضرتك هنا 11 وده يا فندم رقم كام؟ قال لي اللي تحت ده يا دكتور رقم 12 لانه اخرهم 12 من 1 ل 12.
اخر ضلعين دول ما بيوصلوش للعظمه بتاعه الاسترنم، ما بيلفش ويطلع يمسك هنا في الاسترنم، فدول بنسميهم فلوتنج ريبس. بنسميهم ايه يا دكاتره؟ فلوتنج ريبس، اللي هي الضلوع العايمه او الضلوع الطايره، لانها واقفه هنا مش مكمله كده يا دكتور. ليه مش مكمله؟ قال عشان ما تضيقش منطقه الابدومينال كافيتي وتقفل على اللنج، فتخلي فيه صعوبه في التنفس، والمساحه اللي قاعد فيها الاستومك واللارج انتستين والسمول انتستين والبنكرياس تكون مساحه واسعه. فاخر ضلعين عند حضرتك دول بنسميهم ايه يا دكتور؟ بنسميهم فلوتنج ريبس. طيب دي خلاص عرفناها المعلومه دي. في ايه تاني عايز تقوله لنا يا دكتور؟ عايز اقول لحضرتك ان انت عندك هنا يا فندم، خلينا نرقمهم كده بس الاول عشان الكلام يبقى واضح. عند حضرتك هنا ده ضلع رقم 1، ده يا دكتور 2 3 4 5 6، اللي هنا ده 7، وده حضرتك 8، وده 9، واخر واحد تحت ده 10، واللي جوه دول 11 و12. صح كده؟ قال لي صح، لان دول واصلين للنص ومش مكملين، فلوتنج ريبس واقفين في النص او مش لافين وطالعين للاسترن. ماشي يا دكتور. ايه بقى المعلومه اللي حضرتك عايز تقولها؟ عايز اقول لك لو خدت بالك هتلاقي واحد واصل للاسترنم، العظمه اللي هنا دي اللي اسمها الاسترنم، واحد واصل لها بشكل دايركت، واثنين بشكل دايركت، وثلاثه دايركت، واربعه دايركت، وخمسه دايركت، وستة دايركت، وسبعة دايركت. بس يعني ايه بس يا دكتور؟ يعني لو حضرتك خدت بالك من 8 و9 و10، ايوه هلاقي ايه بقى في 8 و9 و10؟ هتلاقي ان الضلع رقم 8 حضرتك ماسك في 7، و9 ماسك في 8، و10 ماسك في 9. يعني ايه؟ يعني عايز اقول لحضرتك من نمبر 1 لنمبر 7 دول حضرتك احنا بنسميهم ترو ريبس، ضلوع حقيقيه. يعني ايه يا دكتور ضلوع حقيقيه؟ يعني الضلوع اللي حضرتك شايفها دي يا دكتور متوصله بالاسترنم، لفه وواصله مع حضرتك لغايه الاسترنم، بس واصله للاسترنم بشكل دايركت. يعني الضلع نفسه هو اللي داخل ماسك في الاسترنم هنا. اول 7 دول 1 2 3 4 5 لغايه 7، كل دول داخلين بشكل دايركت. 8 و9 و10 عند حضرتك دول يا دكتور بسميهم فولس ريبس. ليه يا دكتور بتسميها فولس ريبس؟ ما هي واصله للاسترنم، صح؟ انت معاك حق، هي فعلا اتاتشد وذ استرنم، فعلا واصله حضرتك وماسكه في الاسترنم، بس بشكل ايه يا دكتور؟ اندايركت، مش واصله للاسترنم بشكل صريح او بشكل مباشر. 10 ماسك في 9، و9 ماسك في 8، و8 ماسك في 7، و7 حضرتك هو اللي داخل الاسترنم هنا بشكل مباشر، صح كده؟ تقول يا دكتور بس دول احسن من 11 و12. انا معاك ان دول احسن من 11 ل 12، لان 11 و12 دول اصلا احنا بنسميهم فلوتنج ريبس، عشان دول اصلا يا دكتور ما بيوصلوش للاسترنم ولا بشكل دايركت ولا بشكل اندايركت. فانا بس عايز حضرتك تاخد بالك ان انت عندك 3 انواع من الضلوع. النوع الاول هنا يا فندم اسمه الترو ريبس، وده اللي بيوصل للاسترنم بشكل دايركت. النوع الثاني عند حضرتك اسمه الفولس ريبس، وهم اخر 3 او سوري ال3 اللي بعد ال7 8 و9 و10، دول برضو بيوصلوا للاسترنم بس بشكل ايه يا دكتور؟ بشكل اندايركت. فلوتنج ريبس دي اصلا حضرتك ما بتوصلش للاسترنم ولا دايركت ولا اندايركت. فعظمه الاسترنم هنا حضرتك لو بصيت عليها هتلاقي فيها 7 تجاويف، ادي 1 2 3 4 5 6 7، 7 فتحات من الجنب كده واصل فيها الضلوع. فالراجل لو جه شاور لي هنا، شال الضلوع اللي هنا دي وشاور لي هنا وقال لي هنا ماسك الضلع رقم كام، اعد 1 2 3 يبقى ده الضلع الثالث. لو شاور هنا حضرتك اعد 1 2 3 4 5 6 يبقى ده الضلع رقم 6، هنا ماسك 6 وهنا ماسك 3. كويس كده يا دكاتره؟ طيب عايزك يا دكتور تعرف معلومه ثانيه مهمه، وهي ان الجزء اللي هنا، الحته اللي هنا دي اخر حته في الاسترنم دي حضرتك، دي يا دكتور عباره عن كارتلج. يعني ايه كارتلج؟ يعني غضاريف. الجزء اللي فوق اللي باللون الاخضر ده كله بون، ده كله عظم، لكن القطعه الاخيره اللي تحت دي كارتلج. ايه الفرق؟ الاتنين نفس نوع التيشو، بس البونز حضرتك فيها كالسيوم، عندها كالسيوم ديبوزيشن. الكارتلج حضرتك ما عندهاش كالسيوم ديبوزيشن، عشان كده البون بلاقي الهاردنس او الصلابه عندها عاليه جدا. الكارتلج الصلابه عندها مش عاليه، فبلاقيها الاستيك، فيها شيء من المرونه. طيب قال لي كمان يا دكتور عند حضرتك هنا البونز فيها بلاد فيسلز، وصل لها حضرتك بلاد فيسلز ففيها دم، وكمان يا دكتور فيها نيرفز، فيها اعصاب.
لكن الكارتلج عند حضرتك ما فيهاش بلاد فيسلز، وما بيوصلهاش سنسوري نيرف اندكس او اعصاب. فعشان كده الكارتلج حضرتك لو حصل فيها تآكل او فريكشن ما بحسش بألم لان ما فيهاش اعصاب وما بيحصلش بليدنج. لكن العظم لو تآكل مع بعضه حضرتك بيحصل ألم بسبب النيرفز اللي موجوده ويحصل بليدنج. وخلي بالك ان المنطقه اللي هنا دي اللي هي موصله ما بين العظم بتاع الريب والعظم بتاع الاسترنم، المنطقه دي كارتلج، اللي هي المنطقه الفاتحه شويه. لو واخد بالك ده غامق وده غامق، الحته اللي هنا دي عباره عن كارتلج او غضاريف عشان الموفمنت بتاعه الثوراسيك كيج في وقت ريسبيريشن. وانا بتنفس باخد نفس، الثوراسيك ريدج بيتحرك انتيريور ولاترالي، بيوسع المكان لللنج انها توسع فتاخد هواء كتير. وانا بعمل اكزهاليشن بيحصل العكس، بيضغط على اللنج عشان تخرج الكربون دايوكسيد اللي فيها. اوكي، دي ببساطه سريعه كده حضرتك قصه الثوراسيك كيج. تعال نرجع نشوفها يا دكتور في البرزنتيشن. طيب فهنا يا دكتور احنا بنقول لحضرتك ان الثوراسيك كيج فيه 37 بون. ايه هم يا فندم ال 37 بون دول؟ قسمهم لي. ال 24 ريبس 24 ضلع، عظمه واحده حضرتك اللي احنا بنسميها الاسترنم اللي هي العظمه اللي في نص الصدر عند حضرتك هنا، وعندك هنا يا دكتور ال 12 ثوراسيك فيرتبرا ال 12 فقره بتوع الظهر. فالراجل بيقول لي اتس ا كيس which is slightly conical shaped، شكله مخروطي كده حضرتك، يعني بتلاقيه ضيق من فوق وهو نازل لتحت هنا يا دكتور بيوسع. ليه يا دكتور بلاقيه ضيق من فوق وبيوسع لتحت؟ قال عشان يدي مساحه لللنج انها تتنفس. posterior من الجزء الخلفي هتلاقيه ماسك مع الثوراسيك فيرتبرا اللي هم عددهم 12، وانتيريور من قدام هتلاقيه ماسك مع عظمه واحده في نص الصدر هنا اسمها عظمه الاسترنم، بالعربي بيسموها عظمه القص. ماشي. بعد كده يا دكتور عندنا ايه؟ قال لي عند حضرتك شكل الثوراسيك كيج او اللي احنا كنا لسه بنتفرج عليه، دول العظمتين بتوع البيكتورال جيردل اللي هو الكتف عند حضرتك، هنتكلم عنهم المره الجايه، الكلافيكال والسكابيولا، ودي عظمه ايدك اللي متوصله هنا. سيبك منهم دلوقتي، يهمني الثوراسيك كيج اللي قدامي ده. عدد الفقرات عدد الضلوع 1 2 3 4 لغايه 10، قلنا من 1 ل 7 دول الترو ريبس، ومن 8 9 10 دول حضرتك الفولس ريبس، و11 و12 اللي هم ما بيلفوش ما بيوصلوش دول اسمهم فلوتنج ريبس. الراجل هنا كاتب لك عليهم اهو يا دكتور فلوتنج ريبس. كويس كده؟ دي العظمه بتاعت الاسترنم، الجزء ده بون، لكن الحته اللي تحت دي يا دكتور كارتلج. جميل جدا. ماشي. يبقى كده حضرتك السكيليتال سيستم ان مان اللي احنا بنتكلم عليه في جزء السبورت ان هيومن، قلنا يا دكتور ان في الهيومن بوني سكيلتون، وقلنا في كمان اذر كومبوننت. هيومن بوني سكيلتون اكزيال سكيلتون، وده اللي احنا اتكلمنا عليه وخلصناه حضرتك، وقلنا ده في كام عظمه يا دكتور؟ في 80 عظمه. طيب وبعد كده حضرتك عندنا الابنديكولار سكيلتون. الاذر كومبوننت اللي انت بتتكلم عليهم كارتلج وجوينتس وليجامنتس وتندونز. احنا في حصه النهارده اتكلمنا عن الاكزيال سكيلتون ده يا دكتور وخلصناه خلاص، اللي هم الثلاث حاجات، السكال والفيرتبرال كولوم والثوراسيك كيج. والابنديكولار سكيلتون ده حضرتك الحصه اللي جايه النكست فيديو ان شاء الله. وبعد كده الافتر نيكست او اللي بعده حضرتك الحصه الثالثه اللي هي الاذر كومبوننت، الاربع حاجات اللي عندي دول. جميل جدا يا دكتور. طيب تعالى بقى نتكلم عن الاكزيال سكيلتون. احنا قلنا عندنا سكال وقلنا ثوراسيك كيج وقلنا فيرتبرال كولوم. تعالى نعمل لهم سمري سريع كده حضرتك. احنا قلنا حضرتك السكال او الجمجمه عندك يا دكتور بتتقسم لايه وايه؟ بتتقسم لجزئين، جزء انتيريور وجزء بوستيريور. الانتيريور 14 بونز، البوستيريور 8 بون. في حضرتك جزء اسوشيتد وده يا فندم 7 عظمات، فلما اعمل 14 بلس 7 بلس 8 تطلع السكال معايا هنا بكام عظمه توتالي في الاخر حضرتك؟ ب 29 بون، 29 عظمه. حلو. الفيرتبرال كولوم اللي هناك ده يا دكتور، قلنا الفيرتبرال كولوم ده متقسم ل 33 فيرتبرا او متقسم ل5 مجموعات. ايه هم يا دكتور ال5 مجموعات؟ تعالى نرسمهم هنا نجمعهم مع بعض كده عشان ده يبقى سمري للفيديو. عند حضرتك هنا يا دكتور سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرال، والاخيره دي حضرتك اللي هي الكوكسيجل. طيب السيرفايكال عند حضرتك كانوا كام فيرتبرا يا دكتور؟ قال السيرفايكال 7، الثوراسيك 12، اللامبر حضرتك 5، والساكرال 5، والكوكسيجل 4. خلي بالك انا هنا بتكلم على عدد الفيرتبرا اللي هنا ده. طيب لو انا عايز يا دكتور اتكلم على عدد البونز، قسمهم لي لو سمحت كبونز. هقول له كبونز السيرفايكال 7 والثوراسيك 12 واللامبر 5. الساكرال بما انها فيوزد فهي عظمه واحده، والكوكسيجال برضه فيوزد فعظمه واحده. حلو.
فهنا حضرتك لما اقول عندي 7 و12 و5 و1 و1 يبقى توتال عدد البونز هنا يا دكتور في الفرتبرال كولوم كام؟ 26 بون. الثوراسيك كيج عند حضرتك قلنا يا دكتور الثوراسيك كيج ده بيتقسم عندك هنا يا فندم للريبس اللي هي الضلوع، ودول عددهم 24 ضلع، وموجود عندك عظمه يا فندم اسمها عظمه الاسترنم اللي الضلوع بتمسك فيها من قدام، ودي عظمه واحده. يبقى توتال هنا حضرتك 25. ايه ده يا دكتور؟ هم مش كانوا لسه 37؟ كانوا 37 وانا حاسب معاهم الثوراسيك فيرتبرا، ال 12 عظمه بتوع الثوراسيك فيرتبرا، بس انت اوريدي هنا حسبتهم في الفيرتبرال كولوم، فما تحسبهمش هنا. امتى احسبهم؟ لما اكون بتكلم على الثوراسيك كيدج لوحده. لكن انا دلوقتي بقول لحضرتك ان هنا 29 وهنا 25 وهنا 26، فالاكزيال سكيلتون توتال حضرتك في كام بون؟ في 80 بون. في التجميعه دي مش هحسب الثوراسيك فيرتبرا مرتين، لان انا فعليا عندي 12 فقره بس في ظهري، ما عنديش 24، فمش هينفع هنا اقول 12 وهنا اقول 12. هي خلاص الثوراسيك اتحسبت هنا، فما ارجعش احسبها مع الثوراسيك كده. فهنا بس قلت ان هو 25، لكن فعليا حضرتك هم كام؟ قال لي 37 لو بتكلم على الثوراسيك كيدج لوحده، لان هقول الريبس والاسترنم واضيف معاهم ال 12 بتوع الثوراسيك. لكن انا دلوقتي ما ضفتش ال 12 بتوع الثوراسيك، لان انا بجمع توتال العظم اللي احنا خدناه في حصه النهارده 80 عظمه بتوع الاكزيال سكيلتون. في مشكله في كده يا دكاتره؟ يا رب يكون كان فيديو لطيف وظريف ولخص لك جزء الاكزيال سكيلتون واستفدت منه بشكل حلو. واشوفك على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. كان معاكم دكتور علاء فضالي، شكرا.